النظام الجزائري مدعما من قوى استعمارية خفية، أو أنه حملة ضرب هذا النظام، أنا موافق أن هذا النظام ليس نظاما وطنيا، وهو يتآمر على مشرف عليها كان وحوصلت دعم النظام الجزائري لكل الأنظمة الاستبدادية، بداية من تآمر على القذافي ومن تونس، بل ساهم عبر مخابرات النظام الجزائري لدعم بن علي ومحاولة تسليحه. وهذه يعني قضية دولية، أنك أنت تعين نظام مستبد على شعبه ليقتله. فأنا من حقي كمواطن تونسي أن نرفع به قضية من المحاكم الدولية. السيدة ذي إذا هو يدخل مخابرات ترتع ويحاول أن يدعمه بالسلاح وبالقنابل المسيلة بالدموع، النظام الجزائري مدعما من قوى استعمارية خفية، أو أنه حملة ضرب هذا النظام. أي نعم، أنا موافقك أن هذا النظام ليس نظاما وطنيا، وهو يتآمر على العالم، مشات العالم العربي استصلاحات جوهرية كانت السعودية ولا إلا بقى النظام السوري. والملاحظة الغريبة والمنهجين الغريبة أنه تجد هذا النظام الجزائري الذي كان يدعم الاستبداد في فترات معينة في تونس مثال مع نظام بن علي وتآمر على الشعب التونسي، هو ما زال مصرا على هذا الخطأ. دعم القذافي إلى آخر رمق، ودافع عن نظام علي عبد الله صالح في اليمن ودعمه إلى آخر رمق، وتآمر على الشعب اليمني، والآن يتآمر على جراحات الشعب السوري، ويدعم في حافظ الأسد، ويدعم في كثير من الأنظمة الاستبداد. أنا أعتقد سيحاسبه، يعني كل مؤثرات موجودة إن شاء الله في المستقبل. هذا النظام سيسقط، وستكون هنالك إرادة وطنية تتحكم فيه، لأنه لا يفقهون معنى التاريخ ومعنى التحول. قوت هذا النظام لأنه شعبنا في الجزائر لا أقل واحد من الشعب التونسي ولا الشعب الليبي ولا الشعب المغربي. أنا أعتقد أنه بدأ الحراك الآن، وبدأت تتساقط شجرة التوت. إن كان النظام الجزائري مدعما من قوى استعمارية خفية، أو أنه حملة ضرب هذا النظام، أي نعم، أنا موافقك أن هذا النظام ليس نظاما وطنيا، وهو يتآمر على، ولكن الشعب الجزائري سيجد نفسه مضطرا إن كان بعد شهر بعد شهرين. ولكن تأكد أن هذه العصابات التي تحكم في الشعب الجزائري جاءت تغييرات عميقة في السياسة والتنازل على هذم البوزبال، هذه البقايا اليسار الانتهازي التروتسكي الموسي تونغ، وتصفية هذه المشكلة، لأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه أعتقد، وهذا إيمان يعني كل شعوبنا. أو أنه سيسقط هذا النظام لأنه لم يفقه بعد معنى التغيير الحاصل، مازال ما خداش الدرس، إنسان بهيم مشاكل. فأنا أعتقد سيسقط هذا النظام،
والتفليقة وإلا جنرالاته لم يكونوا أكثر أمنا واستبدادا من بن علي. فبن علي الذي أسقطه الشعب التونسي، والقذافي الذي أسقطه الشعب الليبي، يعني ما ياخذش رغوة مع الشعب الجزائري. ولكن أعتقد شروط الانتفاضة، شروط النصر، شروط الثورة لم تتوفر بعد. هناك تنطع مع جيرانه وأصبح يلعب لعبة الخيانة المغلفة. سيسقط. أنا هذا أملي يعني، لأن النظام اليوم الجزائري الذي يتحدث مع جيرانه وكأنه هو وصي وولي أمر. إذا تحدثت على النظام المغرب شكونهم هما، إذا تحدثت مع تونس ولاية، تحدثت على ليبيا الليبيين شكون ومن هم، تحدثت على الأمورات. هذا الكبرياء، هذا النفخة الكذابة، يعني نفخة كذابة لنظام فاشل وساقط سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وساقط حتى على مستوى الأخلاق السياسية. قبل أن تكون له سياسة سليمة هو لم تكن له أخلاق سليمة في التعامل مع جيرانه. أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات وحراك شعبي وسياسي كبير جدا في الجزائر، ويومنا بسقوط الدكتاتورية كثر شره. تفضل يا أخوي جوكير، ما استسمح نرجع لكم. أقل